انا مش هديك سر، انا هفضح لك اللعبة كلها. 99% من المحتوى اللي بتشوفه ناجح على السوشيال ميديا مش ضربة حظ ولا موهبة فطرية زي ما الناس فاكرة. لا يا صاحبي، اي فيديو ناجح على السوشيال ميديا ليه شكل وصيغة محددة هي اللي بتنجح. وانا وكل الناس اللي بيعملوا محتوى او حتى اللي بتصنع محتوى تسويقي لعملاء عندهم عارفينه كويس جدا. وانا نفسي كل مرة ببعد عن الشكل والصيغة دي الفيديوهات مش بتنجح مهما حاولت. طب ايه هو الشكل والصيغة دي؟ شوف يا صديقي، اي فيديو ناجح وراه محفزات نفسية واضحة وصانع محتوى بيستغلها بذكاء. وانا واي مصور شاطر بنستخدم قوالب جاهزة تقريبا. القوالب دي بتستخدم المحفزات النفسية عند اي مشاهد. والنهاردة انا مش هخليك تعرفهم بس، انا هخليك مكنة لانتاج المحتوى ماشية على الارض. محضر لك اقوى 10 برومبتس او قوالب هدية مني ليك، هتاخدها كابو بيست وهتغير الكلام اللي باللون الاحمر بالمنتج او الخدمة بتاعتك. والجمهور طبعا اللي عايز توصل له المحتوى ده، كل اللي هتعمله هتعمل لايك وشير للفيديو ده وهتسيب كلمة ملف وانا هبعتها لك على الخاص او الدي ام. ولو انت على اليوتيوب او التيك توك هتلاقيها في اول كومنت يا سيدي. بس كده.